اغلب الناس دايما شكوتها انها بتاكل الفراخ علف وعلف كتير جدا وعلف جودته كويسه جدا، ولكن مش بتلاقي اي اوزان خالص. فانا النهارده جاي باختصار اقول لك ايه السبب اللي بيخلي الفراخ تاكل وما تديكش اي اوزان، وبرضه ازاي تحل المشكله ديت او تواجه المشكله دي. مبدئيا كده، في حاجه اسمها معامل تحويل، وهو ده اللي ممكن يديلنا وزن كويس وما يديلناش وزن كويس. يعني ايه معامل التحويل؟ معامل التحويل ده باختصار هو كمية العلف اللي الفرخ الواحد بياكلها مقسومة على متوسط وزن الفرخ ده. يعني ايه برضه ايه الكلام الكبير المكلكع ده؟ هشرح لك بمثال بسيط. يعني لو عندنا مثلا فرخ، والفرخة ديت مثلا اكلت 3 كيلو علف، ووزنها النهارده مثلا بعد ما اكلت ال 3 كيلو علف بالظبط 2 كيلو، وعايزين نعرف معامل التحويل بتاعها. هنقوم قاسمين 3 كيلو علف على ال 2 كيلو لحم، اللي هي 3 على 2 هيديلنا واحد ونص او واحد وخمسة من عشرة. الواحد وخمسة من عشرة ده معامل التحويل بتاع الفرخة دي. طيب، امتى بقى افرح وامتى ازعل؟ انا افرح جدا واتبسط جدا كل لما معامل التحويل يقل عن الواحد وخمسة من عشرة. يعني كل لما قل وبقى واحد وخمسة واربعين من مية، واحد واربعة من عشرة، واحد وخمسة وتلاتين من مية، واحد وتلاتة من عشرة. كل لما يقل، يعني في ناس وصلت لمعاملات تحويل واحد وخمسة وعشرين من مية، واحد واتنين من عشرة. ودي نادر جدا جدا لما بتحصل، واحيانا بتبقى صدفة كمان، مش شطارة ولا حاجة، بتبقى شطارة واجتهاد زائد حظ. وبرضه معامل التحويل لو رفع عن واحد وخمسة من عشرة، ستة من واحد وستة من عشرة، واحد وسبعة من عشرة، واحد وثمانية من عشرة، فأنت عندك مشكلة كبيرة كده. والعلف بتاعك بيتاكل وبيترمي في الأرض، والفرخ ما بيستفادش منه بأي حاجة خالص. يبقى احنا قلنا كده يعني ايه معامل تحويل، وشرحنا يعني ايه معامل تحويل، وامتى نفرح بمعامل التحويل بتاعنا وامتى نزعل. طيب، هنيجي بقى لتاني نقطة، وإيه هي الأسباب اللي بتخلي معامل التحويل ما يظبطش معاك والفراخ تاكل علف كتير وما تديلكش وزن، بالرغم من إنك بتاكل علف كويس ومهتم والرعاية تمام وكل حاجة تمام. طيب، هنبقى نيجي على الأسباب اللي بتأثر على الفراخ، ونبدأ بأول حاجة هي الكتمة. طبعا كلنا عارفين مجرد ما هتكتم على الفراخ هيبدأ غاز الأمونيا هيطلع، هيبدأ يبهدل الفراخ سواء في عينيها أو في الجهاز التنفسي بتاعهم. فالفرخ ما عادش هيبقى شايف الاكل والشرب كويس لان عينه بتقفل. ما هيبداش يروح على الاكل والشرب. وحتى لو في فراخ عينها ما قفلتش وراحت على الاكل والشرب، فهي الطاقه اللي بتكسبها لما تاكل العلف بدل ما تستفاد بيها وتحولها للحم، هتبدا انها تحاول بقدر الامكان تبرد نفسها او تهدي نفسها. فطبعا انت كاتم ومقفل على الفراخ، يعني في عندك مشكله. يبقى ده اول سبب ممكن ياثر على الفراخ عندك. تاني نقطة، قلة التهوية. يعني لو انت مثلا مش عندك تهوية مظبوطة، ومش قادر انك تدخل اكسجين باستمرار وتطلع غاز ثاني اكسيد الكربون اللي موجود في المكان وتدخل مكانه اكسجين على طول، فطبيعي الفرخ مش هيقدر يهضم العلف اللي اكله. لان عشان يهضم وعملية الهضم تتم بكل سهولة، لازم ولابد يكون متوفر اكسجين. فطالما انت مش مهوي كويس مفيش اكسجين، فمش هتلاقي اي تحويل معاك. يبقى كده نقطتين: الكتمة وقلة التهوية أو عدم ضبط التهوية. هنيجي برضو لنوع أو سبب ثالث بقى، وده الأخطر: المشاكل المعوية زي الكوكسيديا والكوليستريديا. وطبعا ناس كتيرة جدا بتفضل تقول عليها دول حرامية الأوزان، ودي حقيقة. لأن طبعا الكوكسيديا والكوليستريديا بتقوم رايحة على الأمعاء وبتروح على جدار الأمعاء بالذات، بتاكل المادة اللي موجودة على جدار الأمعاء اللي شغلتها أصلا إنها تمتص الغذاء او الطاقه او البروتين اللي موجود في العلف. فلما الكوكسيديا والكوليستيريديا بيروحوا على جدار الامعاء بيبداوا يدمروا الخليه دي. فبيقوم جاي الفرخ اكل، والعلف يقوم داخل من الحصله بتاعته وياخد لفته جوه في المصارين، وينزل في الزرق بتاع الفرخ زي ما هو بدون اي هضم تماما. يبقى انت كده الفرخ عندك بياكل وبيهلك علف وما بيحولش. طيب، هنيجي لرابع حاجة معانا برضو. لو عندك كتكوت جايلك من البداية في مشاكل وراثية من الأم زي السالمونيلا، زي الميكوبلازما، زي مشاكل كتيرة بتيجي من الأم، وما قدرتش إنك تتغلب عليها أو تواجهها والفرخ صغير، فبتبدأ تأثر عليك في العمر الكبير. وبتبدأ برضو إنك يعني الفرخ من صغره ما تأسسش كويس، والجهاز الهضمي بتاعه ما بيكونش اكتمل بما فيه الكفاية. فبرضو الفرخ ما بيقدرش إن يحول معاك كمية العلف اللي بياكلها للوزن اللي انت عايزه بالظبط، بيبقى فيه اهدار.
طيب هنيجي برضه نتكلم على نقطة مهمة، ودي النقطة رقم 5، اللي هي ممكن أنت تهدر العلف بإيدك، بمعنى إنك وأنت بتكب العلف كده تلاقيك موقع نص كيلو حوالي كل علافة، فده برضه علف وبيترمى في النشارة أو تحت رجل الفراخ باظ. ده بالعكس، بعيدا عن إنه باظ أو اتهدر، الفراخ ممكن بتعمل عليه الفضلات بتاعتها وتلوثه أكتر وأكتر ويرجع ياكل منه تاني، فده بيسبب لك مشاكل أكتر وأكتر وأكتر. وبرضه لو في ناس العلافات بتاعتها مكسره مهروده مفتوحه من النص، بتوقع علف، الشفه بتاعتها صغيره، الفرخ بينبش فيها وبيوقع علف تحت رجله، دي مشكله برضه نخلي بالنا منها. يبقى احنا كده ذكرنا كل المشاكل بقدر الامكان اللي ممكن تاثر على معامل التحويل بتاعك وتزعلك في الاوزان، وتيجي تتفاجئ اخر الدوره ان الفراخ بتاعتك اكلت علف وكانت سحبه في العلف تمام، وانت مبسوط ان انت اكلت ال 3 كيلو علف بتوعك في 30 يوم ولا في 29 يوم، وتيجي في النهايه تبص على الاوزان انا ما فيش عندي اوزان. فيبقى نخلي بالنا من الحته دي يا جماعه ونركز فيها، يعني لان ديت اهم او اخطر من ان الفراخ تتعب او تدخل في مشكله. يعني انت لو الفراخ تعبت منك فانت عرفت ان هم فيهم مشكله وفيهم ضرب معين وقدرت انك تعالجه وتحل المشكله، والفرخ مثلا تعب يومين 3 4 5 حتى وبعدها فاق ورجع زي الاول واحسن من الاول. اما ال- المشاكل الصامته اللي هي السايلنت ديت اللي ما بتاثرش على الفرخ، اللي ما بتشوفش الفرخ كشش او متغير قدامك، او الفرخ طبيعي وبياكل زي الفل وبيتنطط وحيويته زي النار، والفرخ ما تشوفه تقول ما فيهوش اي مشاكل، ولكن في النهايه تيجي تبص اكل علفه وما ادالناش وزن. بسبب ايه؟ بسبب الخمس حاجات اللي انا قلت لك عليهم دول. فنركز يا جماعه، في كل كبيره وصغيره بتفرق في مشروع الفراخ البيضاء. يعني انا عايز اقول لك دوره الفراخ البيضاء كلها على بعضها اصلا عباره عن 30 يوم. انت متخيل يعني كائن حي من هو طالع من البيضه لحد لما يتذبح ويروح للمستهلك 30 35 يوم؟ يعني ده معناه وملوش غير تفسير واحد، ان كل يوم او كل ساعه او كل دقيقه في حياه الطائر ده بتفرق معاك. يا اما تحييه وتعدي بيه لبر الامان بسلام، يا اما هيضرك وهيعود عليك بالسلب وهيأثر عليك وهيخسرك اللي وراك واللي قدامك. وربنا ما يجيب خساره لاي حد. ولو شايف انك استفدت من الفيديو او مستفاد عموما من المحتوى بتاعنا، فبلاش انك تبخل علينا باللايك او بتعليق حلو، عشان نكون برضه نبدا نتشجع، نبدا ان احنا نعمل لكم محتوى اكتر واكتر. وبرضه في ناس كتيره بتنتقد وفي تعليقات سلبيه كتير، ولكن برضه بنعمل نفسنا مش شايفينها، لان احنا برضه ما ملناش اي هدف غير اننا بنوصل معلومه للناس المبتدئه والناس اللي بتربي فراخ. يعني معلومه تكون بكل شفافيه بكل صدق، المعلومه تكون صح بقدر الامكان بنسبه 100%. وارد ان انا اغلط، يعني انا مش هقول لك ان انا لا، وارد ان انا اغلط، لكن انا بقدر الامكان بحاول ان انا يعني اجيب لك المعلومه يعني تكون صح بنسبه 100%. ربنا يرزق الجميع يا رب، وربنا ما يخسر اي حد ابدا، واي حد عنده استفسار يسيبوا لنا في تعليق، وزي ما قلت لك ما تنساش اللايك والشير والكومنت. سلام.